السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل ما أبدأ كده ونبدأ كده بقى في الروتين. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وكمان تعملوا لايك وتكتبوا كومنت ان الفيديو عجبكم وكده. تمام. طبعا انا كنت مصورة معاكم امبارح الريسبشن وانا منضفاه. طبعا هو تنظيف عميق يعني وكده. طبعا هو لسه نضيف زي ما هو، ما فيش حاجة فيه اتبهدلت وكده، بس كان بقى الاوض كانت متبهدله وكده. حبيت ان انا اروقها معاكم واظبط كده الدنيا ايه معاكم. الطرقه دي كده اللي ما بين الاوض كان ابني موقع فيها شيبسي وكده. حبيت بقى ان انا الم كله واشيل البهدله دي كلها كده واروق الدنيا. طبعا انا ما عنديش اوضه اطفال، عندي الاوضه دي حاطه فيها سرير، اسمها اوضه ضيوف يعني وكده، لو حد جاي بيت وكده فيبقى فيها سرير وكده لحد ان شاء الله ما نعمل اوضه اطفال وكده. بدأت بقى ان انا الم اللعب بتاع ابني اللي راقده ملقحه كده في الارض، وبدأت ان انا لو في اي حاجه ملهاش لازمه احطها في الباسكت وكده. تمام. يعني هعمل شويه تظبيطات كده، وهي كل حاجه بس عايزه بس كل حاجه ترجع في مكانها وفي حاجه كده تتظبط وكده. طبعا الرز والحاجات دي انا حطاها هنا. ابني طبعا بيقعد يلعب بيهم، بيقعد يحط ده في مكان وده في مكان، بيحب يبهدل يعني الدنيا وكده. هنا اللبس ده كده ما كانش نضيف، كنت هدخله السبب بتاع الغسيل. تمام. هنا كده شايف فيه شوية حاجات كده طالعة من الدرج، هرجعها تاني مكانها في الدرج. حطيتهم بقى كده الغسيل كده اللي مش نضيف ده في السبب بتاع الغسيل، لحد ما ادخل اعمل كده ايه، اغسل غسلة كده غوامق وكده. بس انا كنت غاسله والغسيل كان لسه على الحبل وكده، ما كانش لسه يعني نشف وكده، فكنت مستنيه اما ينشف عشان انا الم ده وانشر ده. اللبس ده كده بتاع ابني كان نضيف، طبعا هو اللي بيطلعه من الدولاب بتاعه وكده. بطبقه وبرجع تاني كل حاجه في مكانها عشان لو في حاجه طبعا متبهدله كده اظبط الدنيا. طبعا انا زي ما قلت لكم ان انا ما بعملش الشقه بتاعتي كلها في يوم واحد، لا بشوف ايه اكتر حاجه متبهدله والاولويات. يعني الاولويات طبعا الريسبشن، الاوض لو حد جالك ولا كده بتقفليها، محدش شايف حاجه، فبعمل الاول الريسبشن، وتاني يوم مثلا اشوف ايه اللي لازم يتعمل، يعني ايه الاول حاجه اللي هي المهمه ان هي تتعمل وكده. طبعا في اليوم ده ظبطت اوضه النوم طبعا مع نفسي وكده، وقفلتها مسحتها برضو وقفلتها. وبدأت بقى في أوضة الضيوف دي. هنا كده طبعا انا بكنس السجادة قبل ما المها عشان لو فيها فتلة ولا فيها اي حاجة لازقة كده عليها المقشة تلمها وكده. مش مستاهلة يعني ان انا اشغل المكنسة واقعد اشفط وكده، انا كنت بعمل بسرعة عشان خاطر ابني وكده. لو فيها بس اي فتلة اي حاجة ف يعني المشة تجيبها وكده. طبعا انا كنت عايزة اعمل الأوضة دي عشان خاطر البلكونة طبعا اليومين اللي فاتوا كانت يومين مش مظبوطين بقى، نطرة والجو ما كانش مظبوط، فكانت متبهدلة على الاخر. وكمان كنت عايزة افتح البلكونة شوية بما ان النهاردة كان الجو كان حلو والشمس كانت حلوة ان هو يهولي المكان وكده. هنا بقى كنست المشاية وبدأت ان انا المها. طبعا هنا ابني كان عايز يلم معايا وكده. ده كده الغسيل اللي انا كنت منشراه، كنت بوريكم يعني ان الجو كان حلو وكده والبلكونه كانت مبهدله، فعايزه ان انا اظبط الدنيا كده. هنا طبعا كنست البلكونه وكنست الاوضه. تمام. بس كنستها بقى مع نفسي عشان الفيديو ما يطولش وكده، وهبدا بقى ان انا امسحها. همسح الاول البلكونه وبعد كده اغير الميه واغسل الشرشوبه غسله حلوه، وابدا ان انا امسح اي بميه بقى نضيفه وكده. الاوضه انا كنت مخلصاها اوضه النوم وقافلاها كمان.
انا بقى بدأت ان انا اكنس الطرقة والم طبعا بقى الزبالة اللي طلعت من الأوضة دي والأوضة دي. تمام، اعزكم طبعا الله. هبدأ بقى ان انا المها في الباسكت واغير بقى الشنطة بتاعت الباسكت وكده، وراح احط يعني شنطة نظيفة. تمام، هنا بقى كنت بقى ببدأ ان انا على فكرة والله هي مش عليتها يعني زبالة ولا حاجة، هي بس كان الشيبسي اللي كان ابني راميه على الأرض، وورق وحاجات ابني كان راميها على الأرض، يعني ما كانش فيه يعني اللي هي الدنيا متبهدلة يعني. تمام، بدأت بقى ان انا كده غيرت الشنطة بتاعت الباسكت، ركبت شنطة غيرها. هبدأ بقى ان انا امسح هنا كده الأوضة. همسح الأول طبعا البلكونة زي ما قلت لكم، واغسل الشرشوبة واغير المية. تمام، كده بقى بدأت ان انا مسحت البلكونة ونشفتها، وبغسل قصدي الشرشوبة، وابدأ بقى ان انا امسح الأوضة وكده. تمام، هنا كده كنت بديها بس تلميعة تاني وكده. هجيب بقى طبعا كده من ورا الباب، واجيب من تحت الكرسي امسح كله. تمام، انا كمان صحفت الكرسي ويعني عملت من تحتيه وكده. هبدأ بقى كده بالأوضة. تمام، الشرشوبة دي جميلة اوي في المسيح، عجبتني اوي، احسن من اللي هي اللي عاملة زي الفتل دي حلوة وجميلة. تمام، هنا بقى طبعا كده هجيب من عند المكان ده. هي الارض كانت نظيفة، هي كانت عايزة بس تاخد تلميعة كده وخلاص. رفعت برضو الباسكت كده وجبت من تحتيه، وقفلت الباب وجبت كده من ورا الباب. طبعا انا كنت بفصل الكاميرا كده، عملت الكومودينو وجبت من تحتيه والترابيزة، كل حاجة وجبت من تحتيها يعني، بس جبتهم مع نفسي وكده. كده بقى انا مسحتها، هسيبها بقى ان هي تنشف وكده، وابقى ارجع تاني افرش. هنا كده انا كنت بشوف الغسيل نشف ولا لسه، عشان لو كده المه واغسل الحاجة اللي عندي، عشان عندي حبة كده بس عندي غوامق بقى مش فاتح. هنا كده ظبطت بقى الدنيا. عندي برضو كده من عند السجادة كده ومن عند الباب، حبيت ان انا اجيب كل ده. تمام، يعني اجيب بس الحتة المكان كده العريان اللي هو في الريسبشن، مع ان يعني ان دي كلها كده طرقة وكده. تمام، وهنا بقى كده بمسح الطرقة اللي ما بين الاوض، عشان يبقى كده تمام كده. طبعا انا عملت برضو الحمام بس عملته مع نفسي، نضفته برضو تنظيفة كده عميقة. مش قادرة بقى اقول لكم على ريحة النظافة كده، احس ان في انتعاش كده، احس براحة نفسيا كده والنظافة. طبعا انت لما يكون ايديك كده في الشقة على طول، مفيش حاجة تتكبكب عليك، ومفيش حاجة مثلا تبقى فيها مجهود وكده. انا كل اللي انا عملته كده القطين ما خدوش معايا بالظبط، عملت القطين والحمام ما خدوش معايا بالظبط ساعة ونص. تمام، غير ما كان في حاجات كتيرة اوي من ورا الكاميرا، يعني كنت بفصل الكاميرا واعمل حاجات تانية، ما كنتش حابة يعني ان انا اظهرها وكده.
تمام. هسيب بقى الأوضة كده تتهوى شوية، وبعد كده هبقى هقفل هنا بقى الشوزات دي كنت انا غسلاها، طلعتها كده نشرتها كده على السور بتاع البلكونة تنشف. هنا طبعا الأستاذ عدي بقى داخل طالع ورايا. الدواسة هنا كده تحت الباب حطيتها، رجعتها، هرجع بقى كل حاجة في مكانها وكده. تمام. هجيب بقى هنا المشاية بتاعت الطرقة، كنت راكناها برا وكده عشان خاطر اعرف ما يبقاش في حاجة يعني لخماني وكده. كفاية عضي كفاية عضي ماشي ورايا في كل مكان. طب هنا برضو الأوضة كنت مظبطة أوضة النوم وقافلة كل حاجة. هنا بقى كده طفت النور، وهبدأ بقى ان انا ادخل كده على المطبخ. طبعا الريسبشن كل حاجة فيه كانت نضيفة، ما كانش فيه اي حاجة متبهدلة الحمد لله طبعا. بس كان عندي بقى الدمر في المطبخ، الدنيا كانت متبهدلة. هو كانش فيه مواعين كتير، كانوا حبة قليلين، بس كان فيه بقى عيش راقد على الرخامة، وانا كمان كنت في السوق كنت مشتريه حاجات، كل حاجة راقدت على الرخامة وكده. والبوتاجاز كان عايز يتغسل، فعملت بقى ظبطت الدنيا كده قبل ما اعمل الغدا وكده. هنا كده دول حبة المواعين بس اللي في الحوض، هغسلهم انا طبعا مع نفسي، وابدا ان انا اروق الدنيا اللي على الرخامه دي، ارجع كل حاجه في مكانها. هنا كده الباسكت بتاع الكمام عزكم الله، طبعا انا كنت غسلاه، كنت حاطه فيه كمان كرور معقمه وكده، وحطيت بقى فيه شنطه الكمام. تمام. برجع بقى انا كده كل حاجه في مكانها واظبط كده المكان. تمام. انا بقى كنت جايبه من السوق كنت جايبه ارنبيطه، وكنت جايبه كمان عيش وكابوتش وبقدونس، كنت جايبه كزبره من عند العطار، كنت جايبه كمان جبنه موتزاريلا، وكنت جايبه طبعا شويه حاجات كده معايا. هرجع كل حاجه في مكانها لحد ما اظبط الدنيا، وابدا ان انا اعمل الغدا. تمام. ايه تاني؟ كنت جايبه كمان عيش سوري. هنا كده بدأت ان انا غسلت طبعا الرخامة، وبرش عليها طبعا معقم وكده اعقمها، وهبدأ ان انا اديها تلميعة كده بسيطة. تمام. وهمشي برضو ايدي كده بالفوطة على المطبخ، طبعا عشان المطبخ عندي فاتح، كل مرة على كده ما بطولش عليه عشان خاطر ما يتراكمش عليا الدهون وكده. ببدأ ان انا اديله كده تلميعة كده على طول، بما ان يعني ان انا في ايدي الفوطة والبخاخة، المعه بقى بالمرة وكده. المكان اللي انا بضغط عليه ده كان مبهدل شوية، فانا ضغطت عليه كده لحد ما نضفته. تمام. كده بقى ظبطت الدنيا وظبطت كل حاجة. وهنا كمان كنت غسلت المواعين، حطيت بقى الساعة هنا كده على الرخامة، بما ان هي ملهاش مكان يعني تاني غير هنا. هنا كده كنت انا بظبط مكانها. هبدأ بقى كده ان انا اغسل البوتاجاز، عشان البوتاجاز بقى مبهدل قبل ما اعمل الغدا وكده واعقمه. غسلته طبعا، البنديل اللي معايا ده كنت معفصه حاطه عليه خل، وبدأت ان انا لمحت كده بالمطبخ بالبوتاجاز. حاولي ان ما تسيبيش مثلا البوتاجاز ان هو يتبهدل ولا المطبخ فتره طويله، عشان يعني ما يتقلش عليك الموضوع، يعني خلي كل حاجه كده تبقى خفيفه عليكي وكده. تمام. هنا بقى هرجع طبعا كل حاجه في مكانها كده تحت البوتاجاز. ظبطت بقى الدنيا زي ما انتم شايفين. معلش بقى انا عندي الاضاءه في المطبخ ما كانتش كويسه، ان شاء الله هظبط الاضاءه بتاعتها، واظبط كده شويه تظبيطات كده في المطبخ ان شاء الله. هنا بقى كده كنت بوريكم الحوض ان انا غسلت المواني اللي فيه، مفيش بقى غير الارض وكده. لا، هبدأ بقى ان انا الم المشاية كده وانفضها،
وهبدأ ان انا ايه اكنس بقى الارض. طبعا انا هكنسها مع نفسي. هنا بقى كده كنت بديها تلميعة كده بسيطة، كنت بمسحها كده مسحة بسيطة. كده بقى انا كنت مسحت المطبخ وكمان ونشف. هبدأ ان انا افرش بقى فيه المشاية وهفرش فيه الدواسة كمان. هنا بقى كان معايا بقى مية عشان هعمل الغدا، حطيت كده مية في حلة وكده عشان اسلق القرنبيطة. بحط بقى في ايه في المية بتاعت السليق هما بحط حبة ملح، مبضيفش اي حاجة تانية. طبعا اللي بيضيف بقى اي حاجة غير حاجة انا مش ضايفاها يعني وكده يعرفني. هنا بقى بدأت ان انا اقطع القرنبيطة كده واطلع كل زهرة كده لوحديها. تمام زي ما انتم شايفين كده ايه كل زهرة كده لوحديها. تمام زي ما انتم شايفين كده. المية طبعا هتغلي. انا بقى كده كنت انا بضيف الملح في المية بتاعت السليق بتاع القرنبيطة. كنت جايبة كزبرة من عند العطار. طبعا البرطمان ده كنت انا غسلاه، لما الحاجة بتخلص بغسل البرطمان عشان احط بقى الحاجة على نضيف وكده. تمام هنا بقى كده كنت غسلته وفضيت فيه الحاجة، كان نشف طبعا ومسحته كويس بالمنديل، نشفته يعني كويس وكده. هنا بقى المية كانت غلت، هبدأ ان انا انزل فيها القرنبيط. تمام هو القرنبيط ما بياخدش يعني سلق كتير، هو دقيقتين بالظبط، وبتبدأ ان انت تطلعيه عشان ما يتهريش وكده. هنا بقى كده كان السلق وبدأت ان انا بدأت بقى ان انا اطلعه عشان ما يتهريش معايا في المية وكده. وبنزل بقى طبعا عليه الحنفية، طبعا هسيبها مفتوحة عليه عشان اوقف يعني عملية تسويته وكده. تمام هنا بقى معايا قرن فلفل اخضر، ومعايا فصين من الثوم، ومعايا كمان عودين بقدونس كده. معايا بقى التوابل معايا كزبرة وكمون وفلفل اسود وملح طبعا، ومعايا كمان معلقة كاري او كركم. تمام طبعا هبدأ بقى ان انا اعمل الخليط ده كله كده في قلب الكبة، افرمه في قلب الكبة وكده لحد ما ينعم معايا. تمام طبعا لو انتوا بقى بتضيفوا اي حاجة تانية غير انا مش ضايفاها يعني وكده تكتبولي في الكومنتات. هنا بقى كده معايا 4 بيضات على قد يعني القرنبيطة اللي معايا وكده. تمام كده هبدأ بقى انا اضربهم كده. طبعا انا كنت حاطه فلفل اسود في الدقة والحي وكده، كنت حاطه عليها فلفل اسود عشان البيض يعني وكده. هنزل بقى انا كل ده كله كده على البيض، وهبدأ بقى ان انا اقلب كده كله مع بعضه. تمام كده طبعا بقى انا هضيف لهم كده معلقتين دقيق عشان يظبط طبعا السمك بتاعه. في ناس بتحط له نشا، طبعا انا ما حطيتش نشا وكده، انا هو الحاجه اللي انا حطيتها بس اللي انا قلت. طبعا زي ما قلت لكم لو بتضيف اي حاجه تكتبوا لي في الكومنتات وكده. هبدا بقى ان انا اقلب كله كده في قلب بعضه. انتوا بتهيأ لكم ان هو تقيل معايا بس هو ما تقيلش يعني، هو عشان بس عايز يتقلب تقليبه كده مظبوطه زي ما انتم شايفين كده.
بدأت طبعا ان انا انزل فيه في القرنبيط وانزل في الزيت ان انا احمره وكده. تمام. متنسوش بقى لو الفيديو عجبكم الاشتراك في القناة، وكمان تعملوا لايك وتكتبوا كومنت ان الفيديو عجبكم، او لو انتوا بتضيفوا اي حاجة تانية تكتبولي برضو في الكومنت. هو كده بقى معايا القرنبيط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، استودعكم الله.